رودا ديري بنت اتولدت في أمريكا من عيلة مكونة من 7 أطفال، ولما كبرت حبت ابن جيرانهم تشارلز فيني وحبوا بعض وقرروا إنهم يتجوزوا، لكن أم تشارلز رفضت الجواز بسبب إن أم رودا كانت ساحرة. ما اهتموش برأي الأم وقرروا يتجوزوا، فأم تشارلز هددت رودا وقالت لها لو ما بعدتيش عن ابني هسلط عليكي روح أولد سكرانش، وهي روح شريرة، وحرم عليكي لعنة تفضل معاكي طول العمر. وده طبعا لأنها هي كمان كانت ساحرة. وفعلا بعد فترة رودا اتغيرت وبقت تسمع أصوات غريبة حتى وهي نايمة، وبقت تشوف علامات خربشة في كل حتة في جسمها لحد ما بقت تخاف تخرج من البيت. فاضطر أهلها يودوها لمستشفى الأمراض العقلية، وقالوا إنها بتعاني من خلل في عقلها. ودوها لمستشفى تانية بتاعة المشردين، وفضلت فيها باقي عمرها، وحالتها بقت أسوأ، وبقت تقعد بوضع القرفساء، وبقت تخلع سنانها بإيديها وتنبش عينيها الاتنين. فاضطروا يحطوها في صندوق خشب شبه التابوت ويقفلوا عليها ويفتحوا لما يأكلوها ويشربوها ويحموها، لحد ما مسك المستشفى دكتور، وبمجرد ما شافها خرجها من الصندوق وبدأ يرعاها شخصيا لدرجة إنها اتحسنت صحتها ونفسيتها جدا. بس بعد أيام ماتت.